بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على بالتفصيل ليه النوم على الشق الأيمن هو أهم يعني من أفضل نومة للبني آدم. النوم على الظهر يعتبر برضو ده النوم رقم 2، لكن النوم على الجنب الأيمن أفضل منه. النوم على الجنب الأيسر متعب جدا، لأن البني آدم بينام على الجنب الأيسر، الرئة اليمين بتبدأ تضغط على الكبد والطحال والمعدة، وبتبقى في مشاكل في التنفس، لأن الرئة اليمين تشريحيا أكبر من الشمال، بعكس انك تنام على الشق الأيمن بتبقى الرئة الشمال قليلة، فما بتضغطش جامد وبتسمح للدخول وخروج الهواء بسلاسة. النوم على البطن هو أسوأ أنواع النومات، أسوأ وضع للنوم. ليه؟ لأنك أنت بتضغط على عضلات التنفس بطريقة كبيرة جدا، وبتبقى التنفس أثناءه في منتهى الصعوبة. وقيل في الأثر أن نوم الظهر ده نومة الملوك، ونوم على الشق يعني النوم على البطن ده نوم الشياطين، والنوم على الشق الأيمن هو نوم المؤمنين. نسأل الله لنا ولكم أن يعافينا من سلوك الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.